بس هتقول لنا مالك انت يا عم، مالك انت ومالي فيه؟ كام واحد بسبب الأغذية الفاسدة أو أي حاجة كلها مجهولة المصدر يجيله حالة تسمم وفجأة هو مش عارف يعمل إيه. التسمم ده بيبقى إيه أعراضه؟ أول حاجة بتحس كده إنه في ألم شديد في البطن، ترجيع مستمر، كمان ناس بيجيلها احمرار في الجلد مع ارتفاع درجة الحرارة وإسهال جامد، فدي أعراض تقولك إن ده تسمم. والله غبي، كان في زيتونه كنت اموت عليها. افضل حاجه في الوقت ده لو الشخص قدر انه يتقيأ، لان بكل بساطه ده جزء كبير قوي من العلاج، ولو بدا يتقيأ مره او مرتين في اليوم فده برده كويس جدا، لان في الحاله دي الجسم قادر انه يدافع عن نفسه ضد الميكروبات اللي دخلت المعده. حاول بعد كده انك تديله سوائل كافيه، عصاير بقى او ميه، لانه هيكون فقد سوائل كتير جدا فلازم يعوضها. طيب امتى اعرف ان التسمم ده دخل في مرحله الخطر وان الشخص ده لازم يروح المستشفى دلوقتي؟ لو بعد الشر وهو بيتقيأ نزل دم، ولو درجه الحراره مش عايزه تنزل خالص، او ان تلاقي دم في البرق، ولو كمان بدأ يتقيأ اكتر من 4 مرات في اليوم، فكده على طول اعرف ان التسمم ده لازم يروح فيه المستشفى. انا جعت قوي. طيب لو طفلك بعد الشر شرب اي ماده كيميائيه خطر زي الكلور او الفلاش او اي ماده، اوعى في الحاله دي انك تخليه يتقيأ، لان ببساطه المواد السامه دي هتاذيه اكتر. هنا لازم تتصرف بسرعه قبل ما توديه المستشفى، انك لازم تديله اي حاجه فيها بروتين عالي زي اللبن او بياض البيض، لانه في الحاله دي هيعادل التسمم اللي موجود في المعده. في اي حاله من حالات التسمم دي لازم الطفل يروح المستشفى ويتعمل له غسيل معده وتحاليل عشان تتاكد ان مفيش اي ماده سامه موجوده في معدته. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، في حلقات جايه كتيره. سلام عليكم.